بعد مباراة تاريخية أسطورية بين الإنتر وتوتنهام في الذهاب، مباراة خلصت بفوز الإنتر 4-3 في ملحمة كروية عملوها الفريقين. جه الدور على توتنهام في إنها تنتقم وتاخد بطارها. الأجواء والجماهير المتحمسة جدا في ملعب وايت هارت لين اللي بيسع 36,000 متفرج من أقدم الملاعب. ملعب أنشئ في عام 1899. تعالى اوريك متعة كروية جديدة، فصل على الحبيب ودوس اللايك بتاعك يا وحش ويلا نبدأ. الأولى من الكاميروني صامويل إيتو اللي بيحط أول صواريخ اللقاء وبتيجي جنب القائم، بيرد عليه مودريتش بكرة سهلة في إيد الحارس والمباراة مولعة من بدايتها. بس لوكا ما يستناش كتير وبيعمل أسيست على الرايق لفاندر فارت. يلعبها بينية. الملعب يولع. هدف أول من توتنهام بيولع المباراة وهيخلينا نشوف مباراة تانية أسطورية. هدف رايق بعد أسيست جامد من لوكا مودريتش.